يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحت وتعيشي انتي. في ليلة من ليالي الشتاء وبعد يوم طويل من السفر والشغل، لقيت نفسي بايت في فندق قديم في قلب مدينة السويس. نمت بسرعة من التعب، لكن صحيت فجأة على صوت كلاب بتنبح بصوت عالي في الشارع. اللي شدني أكتر إن وسط نباح الكلاب سمعت صوت مختلف، صوت غراب. الغراب صوته كان أعلى من صوت الكلاب، وده خلاني أسأل نفسي إيه اللي مصحي الغراب ده في نص الليل؟ الغراب من الطيور اللي المفروض بتنام بالليل وتصحى مع شروق الشمس، مش زي الكلاب اللي طبيعي تسمعها في وقت زي ده. الغراب طير مش عادي، ده من أذكى الكائنات، لدرجة إن في دراسات بتقول إنه مستوى ذكائه قريب من ذكاء طفل عمره 7 أو 8 سنين، وكمان عنده ذاكرة قوية جدا، ولو زعلته مرة ما بينساش وبيرجع وبياخد حقه. رجعت أسمع الأصوات وأنا على السرير، الكلاب بتهوهو والغراب بيعلي صوته عليهم وكأنه بيهوهو معاهم. سألت نفسي هل الغراب ده متمرد على طباع الطيور؟ زهق من عيشة الطيور وحابب يعيش عيشة الكلاب، يسهر ويزعق ويكسر قواعد حياته المعتادة؟ ولا يمكن حاله من حالي، كان نايم وصحي بسبب دوشة الكلاب فقرر يرد عليهم بصوته العالي وكأنه بيقول اسكتوا وامشوا من هنا. وسط كل الأصوات المتداخلة دي، نباح الكلاب، صوت الغراب، وحتى صوت أفكاري اللي شغالة، سمعت صوت مختلف، صوت الأذان، أذان الفجر. وهنا سكتت الكلاب وسكت الغراب وسكن المكان كله. لقيت نفسي بسأل فين الديك اللي المفروض يكون هو اللي بينبهنا بقرب الفجر؟ ما لقيتش الديك، لكن الغراب كان موجود وكأنه قرر ياخد مكانه، يكسر القواعد وينبه الناس قبل الفجر بصوته العالي. وقتها فكرت الغراب ده مش متمرد ولا مضطر يعمل كده، الغراب ده حس بالمسؤولية، كأنه بيقول لو الديك مش موجود أنا هنا. لمسة وفاء من غراب قرر يغير القواعد علشان يلعب دور مش دوره. في حياتنا في ناس زي الغراب ده، ناس بتكسر القواعد، بتاخد أدوار مش أدوارها، ساعات من باب التمرد وساعات تانية من باب المسؤولية. وبرغم إني بشوف الغربان كلها شبه بعض، إلا إن الغراب ده بالنسبة لي هيفضل مميز بإنه الغراب الذي نبح.